اهلا بكم في قناتكم قناه اسئله الشطرنج. النهارده دروب الجديد نتعلم من اوبننج من الجيم اند جيم. تعالوا نلعب ونتعلم مع بعض. نعمل برضو كاستم ونعمل 10. جه الحمد لله بسرعه. ماشي نلعب. نجرب الافتتاح اللي احنا قلنا عليه في اخر مره. ان اف 3 نلعبه. نعلي بس الصوت شويه مش حاسس الصوت واطي شويه. سي 4 زي ما شرحنا بالظبط. هنشوف هيعمل ايه الراجل معانا يعني. نلعب اي 3 زي ما قلنا. بس اعتقد اغلب الناس تلعب سي 5. اغلب الناس ده اكل كمان. طب حلو خالص. حلو خالص. طبعا بناكل كده خباكش نلعب ايه. ناخد الوسط. احسن حاجه الواحد لما يشرح حاجه يجربها على طول. طيب ممكن برضه نلعب دي 4 برضه متاحه. ممكن نلعب بيشوب اي 2. بس نلعب دي 4 احسن لان بيشوب اي 2 في عيب ان هو ممكن اكل ينزل بوزير مثلا غلاسه يعني ملهاش لازمه بس ممكن يعملها برضه. معرفش بقى هيلعب هو ممكن يلعب هنا اي 6 عشان ما ازقش تاني مثلا ولا حاجه. ممكن ده لعب 5. ممكن انا برضه هو على فكره دي بلندر ولا مش بلندر. ادي كش كده بس يرجع قط بالفيل. هو طبعا عايز يبوظ البيضة. لو كلت كده طبعا مش حلو. طبعا بيكسر ممكن يكسر. العب كده يطلع بالحصان هات البيضة يعني. ممكن ديكش يغطي بيه يرجع تاني ان هو مثلا في البي 3. هات بيضة برضه تاني. وطالب طبعا اكل بالبيضة عادي. ممكن ديكش كده عشان بس ايه. لو طبعا ما غطاش بالفيل باكل ده بالحصان على طول. طبعا كده ريحني. ممكن لما يريحنيش ولا حاجة. لو اكلت اكل بالحصان على طول. ممكن ارجع في البي 3 برضه زي ما قلت. ولو اكل بيضة عادي بس ياخد مني بيضة ساعتها. ماشي ممكن اكل اكسر معاه. واطلع كده. عايز ابيت. عايز ابيت قصير فتح على الفيل ده كده مثلا. طبعا انت مش هتتقن مش هتبقى كويس او تتقن افتتاح من مره. لازم تلعب مره واتنين لان في افكار كده تتلعب لك. يعني مش لازم كل مره هتلعب نفس الفكره. انا مثلا واحد لعب لي مثلا دي 4. في واحد تاني ممكن العب معاه نفس الحكايه دي يلعب لي مثلا اي 6. ممكن بعد ما يزق يلعب سي 5 يعني. في تبقى افكار كده زي ما قلت في الشرح بتاع الفيديو يعني. فانت مش هتشوف ماتشات كتير. تتفرج على ماتشات الاوبننج ده. طبعا ليش لسه موجود ماتشات كتيره جدا فيه. بتمشي الكام اول نقله بعد كده تتفرج على ماتشات. بيبقى حاطين ماتشات اتفرج عليها. شوف هما لعبوا ازاي في الموقف ده. كان متوقع الكلام ده. طبعا هو طبعا عايز ياكل ويضعف لي ده. ممكن ازق دلوقتي على فكره يعني. ممكن ازق بس طبعا المربع تتفتح مش مشكله. ممكن برضو اطلع بالحصان. ولو اكل بكون ممكن ابيت برضو. يعني ممكن ابيت واحمي بالرخ بعد كده مثلا يعني. هو ممكن اكل يبقى كده ازقه عادي يعني. مفيش مشكله يعني. فكل حاجه بتيجي بالتدريب. انك تلعب تمارسها كتير. مفيش حد مثلا بيلعب اي رياضه بيبقى متقنها زي 100%. لا لازم بيجرب مره واتنين وبيتمرن كتير. لو زي دي ما تخوفنيش. ممكن العب دلوقتي دي مثلا. وطبعا دي زقه عادي عاديه يعني. ممكن اطلع كده عادي. ولو زق بمشي كده مش مشكله يعني. طب نطلع بقطعنا يعني حاجه منطقيه يعني. زائد دي ما يهمنيش امشي كده. انا كده كده الفيل ده مش باصص على حاجه هنا اساسا يعني. مش مهاجم على حاجه جامده قوي يعني. لو اكل يبقى ريحني. ماشي نطلع بالفيل كده مثلا ولا نطلع كده مثلا. دي ملهاش معنى قوي يعني بصراحه يعني.
بس عادي ممكن تتلعب عادي، مش مشكلة يعني. بس برضه أجيب رُخ كده مثلًا، برضه آكل باكل، وده بيتزق بعد كده حتى لو طلبه يعني، لو زائد برضه بامشي كده عادي. يعني مثلًا أنا بالعب الدور ده، أنا ما لعبتش الopening ده قبل كده، بس هالعب بقى خلاص دخلنا end game middle game، هنلعب بقى مع بعضينا خلاص عادي، أنا هالعب بالأفكار الموجودة. ماشي، هو ريحني برضه فتح لي القفل بتاعي، مشي بحصاني في حتة طبعًا ممكن يمشي كده على فكرة كويسة، ما خدتش بالي منها دي أنا، طالب BDN طالب ده وطالب ده، دي مشكلة دي، لعبها من هنا، مش دي برضه غلط، دي مش حلوة طبعًا زي التانية، التانية كانت أحسن، كان يبقى طالب ده وطالب ده، دي طبعًا ممكن أمشي كده أو ممكن أمشي كده بس ياكل ده مني، ممكن أمشي كده طبعًا أحمل البتاع بتاعي ده، كانت دي أحسن طبعًا عنده هو ما خدش باله منها، مش لعب إجباري تقريبًا، ممكن أزقه برضه على فكرة، بس الزقة هيلعب دي غلاسة هيتعبني معاه، فدي أحسن، دي أحسن، عايز آكل على طول دلوقتي، التاني ما كنتش ممكن أقدر آكل، عادي، عادي الكلام ده كله كلام فاضي، ممكن آجي ألعب رُخ واحد دلوقتي، آكل بالرُخ، ممكن برضه آكل بس آكل بالبِدَق وآكل بالحصان، ما يقدرش ياكل بالحصان ياكل بالبِدَق إجباري، إنما ألعب رُخ واحد أكسب نقلة، بس آكل، عادي يعني مش مشاكل، الدنيا حلوة، ممكن يبقى كده أجيب رُخ التاني إن هو إن الرُخ دي برضه ما لهاش أمل أوي يعني. فأي حاجة بتيجي بالتدريب وبالتكرار وبالممارسة. في ناس كده تسألني تقول لي: "يا كابتن أنا واقف على تقييم معين." يا عم أنت واقف تقييم معين إنك أنت مش ممكن ما تمارسش كتير أو مش بتطوّر نَفْسك، ما أنت ممكن تلعب كتير وما تتطوّرش، عادي يعني. اللعبة دي حاسسها مش كويسة أوي، ممكن ألعب دلوقتي دي بس ياكلوا ببلاش. لو كلت كده بياكل بالحصان، ياكل تاني ده يبقى عنده ضعيف، وطبعًا لو كلت كده لازم إجباري ياكل بالحصان. هتقول لي ليه؟ أقول لك ما يقدرش ياكل كده ويسيب لي الحصان بتاعه، فلازم ياكل بالحصان. طب لو كلت كده ياكل بالحصان برضه؟ وياكل بالبيضة، لو كل بالبيضة طبعًا مش أعتقد مش حلوة أوي يعني، هو البيضة بيقع أساسًا، يعني أكلت كده أكل بالحصان، أكل، جيت كده بيحميه كده، آكل كده وخلاص، أنا عايز آكل كده بصراحة، لو أكل بالبيضة هامشي كده عادي، هات الحصان بتاعك، طبعًا آكل بالحصان، ممكن أزُق دي دلوقتي، عايز بدأ في الخباثة، بس ده ما بيتاكلش طبعًا ده يعني صعب يتاكل يعني، عايز برضه ألعب حاجات زي كده يعني، أحمي كده، ممكن آكل عادي جدًا وأطلع بالحصان في المَلِك، ألعب رُخ واحد ممكن، عايز ألعب حاجات زي كده برضه، مش عارف أنا حاسس إن أنا كسّرت حاجات كتيرة جدًا في بعض ما غير لازمة بصراحة يعني، نلعب تِوَجْوِز والّا إيه؟ نلعب G3 عشان هو ممكن يرجع كده يطلبني، ممكن أزُق كده، ممكن ألعب برضه A4 أو A4 ناخد مساحة، طبعًا دي مش حلوة بقى أزُق عليه تاني،
معرفش اخد الزق ده ايه، عمال ازقه كده وخلاص احنا عمال ازقه وخلاص. برضه هو رد حلو مش وحش برضه، الراجل لعب كويس وبيت طويل، أمن نفسه، الدنيا حلوة يعني. طبعا ملك مش بيطلع برضه بسهولة، مفيش برضه حسام واقف. ممكن أبقى أفكار زي كده برضه في كده، لأن دي برضه مش حلوة بينزل كده على طول، ممكن بس ما ملهاش لازمة دي أصلا يعني، ماشي ممكن ناكل نبوظ له بيادق. أكل بأكلت، أكل كده على طول، راح دماغه. ممكن ألعب رخ واحد كده، بس طبعا حسام محمي أساسا. ماشي، ألعب دي بس يبقى عنده أفكار زي كده ممكن، ويلعب دي على طول. لو زي أعتقد مش حلوة، لو أكل باكل بكش. معبرنيش أساسا. الملك ده، الملك بتاعي ده مزنوق زنقة سودا. ممكن ألعب دي، عايز أكسر له بيضة هنا ولا حاجة، ولا ألعب دي عادي. ممكن ألعب دي على فكرة عشان ما يخش ملك كده. ماشي. على فكرة الإند جيم ده أي غلطة فيها يعملها ممكن يخسر دول بسهولة يعني. ممكن مثلا لو رجع كده أعتقد ده مش صح، هكسر معاه وآكل ده وألعب دي، أكسب الدور أعتقد يعني. يعني لو حب يكسر يعني دي أعتقد بلندر. ممكن أزوق الأول، طبعا ما يقدرش يمشي. أكلت، لو مشي خلاص تحت باكل، بعد كده ألعب آكل وألعب دي، كسبت الدور على طول. معايا بدأ سالك، فدي بلندر، دي بلندر رسمي يعني. ما يقدرش يلعبها طبعا أنا عارف. عايز مني بدأ دلوقتي اهو. ممكن ارجع احمي كده، ولا غلط؟ ده غلط طبعا، لازم العب دي، ودي برضو مش حلوة قوي برضو. ممكن اكل، ممكن العب اخو واحد برضو، بس اكل بكش. نسيت دي، ممكن امشي بالفيل بقى، ممكن تحميه كده بالملك، مش عارف بقى. كانت دي بلندر، بس هو طبعا اكيد حسبها طبعا يعني. انا واضحة قوي برضو، دي واضحة جدا يعني. عايز اخصم حصان ده، ممكن اخش كده الاول، بس ما هخش كده بعد كده هخش كده ملهاش لازمة. عايز اقرب بالملك بصراحة، عايز اديله كشتي برضو، انا ممكن عايز العب دلوقتي هو كده دلوقتي. نقرب بالملك شوية، ولا العب مش همشي كده على طول بقى، مش مشكلة. أنا مش حلوة أوي دي، ممكن ألعب دي دلوقتي بس آكل ده بكش، ميقدرش يلعبها. منظره هيبقى بدور تعادل منظره يعني. كان ممكن ألعب دي برضه، بلاعب دي أديله آكل ده، مش عارف. حد ريحني منه. ناكل كده الأول، نقرب الملك بقى ممكن دلوقتي. واخد بدأ مني بس مش مشكلة، ممكن أقرب بملك فرصة، أقرب مقدرش ياخد يديني دي. أقرب كده بملك شوية ممكن أعمل شغل.
حبست الملك. مش حلوة دي. عايز ألعب دي في دي دلوقتي. عدة كده. ترباز. كده ورا البدأ ده. نشغل فيلنا ده اللي مرمي. مفيش. في ده طول الدور ميت خالص. هات يا عم كده، خلي بالك من البدأ ده، بحيث تيجي كده يبقى مانعين البدأ يتزق. برضه عايزين نيجي كده بالفيل في حد ده. هتكش دي ممكن تغلط ولا حاجة. معاه بدقين زيادة على فكرة هو الراجل ده، مفيش خوف منه برضه يعني، برضه الفيل معاه والرخ معاه فالدنيا. هدا كده غلاتاتا، ممكن أقرب لملك شوية كده. بطل الحصان ده كده. ممكن يبقى مش عادي. ممكن يعمل بلندر ولا حاجة يلعب دي، يحب يديله كش ياخد الحصان. ماشي كان ده كده خلاص عادي جدا. دول تعادل بنسبة كبيرة أوي يعني. مش ممكن أرجع هنا تاني، هات البدأ ده. ناخد ده وده خلاص الدنيا حلوة يعني. بوضع موضوع خسارة بصراحة. أنا لو مكانه أكسب الدور ده على فكرة يعني، أنا لو مكانه أكسب الدور ده، نحل الدور ونشوف. معاه تفوق كبير جدا. طبعا لعبنا ان في 3، لعب دي 5، لعبت سي 4، لعب دي 4 بستيب موف اي 3. طبعا اكل، ودي نقله التالتة على الانجن. طبعا افضل نقله في الموقف ده ان سي 6. ده المفروض. دي يمكن انا ما شرحتهاش في الفيديو اعتقد يعني، ما شرحتهاش. آه، اكلت بدأ اف طبعا بستيب موف، لعب بيشوب. طبعا بيشوب دي برضو مش موجوده، هذا بقول لكم عليه يعني، احنا دي ما شرحناهاش بس هو طبعا لعبها. يعني مش افضل نقله، المفروض في الموقف ده بيلعب اي 6 مثلا، ان في 6، بيست موف ان سي 6، ما مش عارف زي بيست موف يعني كده يعني. هو لعب بيشوفوه. لعبت انا النقله الرابعه على الانجن، المفروض العب هنا بقول لك ان سي 3. ده المفروض. لعبت دي 4، ما اعرفش ايه لازمتها برضه، مش حلوه برضه. لعب اي 5 برضه، اي 5 دي النقله الرابعه على الانجن، والمفروض يلعب هنا اي 6. بس كلهم نفس ترتيب القوه يعني. هو لعب اي 5، لعب اي 5. لعبت كش بيست موف غطى بالوزير. المفروض العب كوين بي سي زي ما قلت انا. المفروض بيقول لك ياكل تاكل يلعب كوينسي 6 المفروض يعني. انا لعبت هنا اكلت. اكل ريحته طبعا، كان بيشوب اي 2. طبعا اكلت تبيت طويل، بيلعب بيستلم لغايه دلوقتي. تبيت برده مش حلو قوي، المفروض لك هنا العب ان سي 3 وبايت طويل زي المفروض يعني. بيت لعب اف 5، ما يهمنيش. لعبت هنا ان سي 3، لعب ان في 6. لعبت دي بيقول لك هنا العب سي 5 عشان مدوش فرصه يلعب دي. طبعا دي متعلم يعني. لعبت هنا بيشوب دي 2 مش حلو قوي طبعا. اكلت. المفروض هنا بقى يلعب ان بي 6. دي قويه جدا على فكره، ما خدش بالي منها. بس طبعا هي يعني هرد البيضه برضه. ان بي 6 بيقول لك العب بيشوب اي 2، ولو اكل ده تلعب بيشوب اس 3 يمشي. كلت بدأ زيه يعني. ده الحسبه اللي قايلينها يعني. طبعا هو لعب ان سي 5، لعبت بيشوب اي 3 عادي.
لا نزل بالحصان طبعا، اكلت ما اكلتش انا، المفروض هنا بيقول لك كل حصان في حصان، كل حصان في حصان. لو اكل بالحصان بتاكل ياكل، تلعب روك اف 7، تنزل في 7 وتلعب مع عايز دي مثلا، حاجات زي كده. ده المفروض كان يتلعب يعني، بس انا لو لعب حاجه زي كده العب ايه؟ بيقول لك غلط، تجوز عادي، عايز الفيل ده. ولو اكل بتاكل عادي، وديك في 7 عايز تلعب دي برضو. وطبعا لو لعب دي بتبقى غلط، بتلعب دي في وشه. فكره حلوه طبعا. انا طبعا لعبت دي الاول، ما اكلتش الاول، لعبت دي الاول من غير لازمه، بعد كده لعبت دي رحت اكلت بقى، اكل. المفروض كنت اكل تاني، انا لعبت دي مش حلوه. المفروض كنت اكل وانفذ نفس الفكره، ياكل ياكل انزل في في 7. ده المفروض يعني. لعبت انا سي 5 ده على طول، دي 5 ملهاش لازمه طبعا، بس قلت طبعا اشغل الفيل بتاع من الناحيه دي كده، بص على الرخ مش عارف ايه، ملهاش لازمه بصراحه يعني. لعب طبعا كسرني، رحت اكلت. لعبت رخ واحد ملهاش لازمه طبعا، المفروض بيقول لك العب هنا جي 4 على طول، حدد الموقف بتاع البادئ دي، او العب بي 4 اللي انا لعبتها بعدين يعني. لعبت الاول برضه ملهاش لازمه قوي، بي 4 نزل. لعبت اي 4 ملهاش لازمه برضه، بيقول لك العب اتش 4 احسن. طبعا اكل برضه مفيش تفوق خالص، 1 من 10 يعني، كلام فاضي. لعبت دي طبعا، دخل بملك. لعبت دي ملهاش لازمه برضه، اكلت. طبعا هنا لو كان لعب دي بقول لكم بلندر يعني، دي بلندر باينه جدا، بي 6 بيخسر الدور خلاص. اكلت. لازم يضطر ينزل هنا، بكسر معاه، او ممكن العب كده كمان واكسب الدور على طول. العب دي طبعا، ما اقدرش شكل بيجي هنا، باكل واجيب وزير بكش على طول يعني مباشره يعني. طبعا شاف الكلام طبعا هنا، راح لعب طبعا دي، هات البدء. لعبت رخ واحد بيست موف، لعب دي. لعبت رخ واحد بيست موف، رجع تاني لعبت رخ واحد بيست موف، لعب دي. كلت كده طبعا مش حلو. هنا بيقول لك كل حصان ويخلص يعني، كل حصان والعب رخ واحد. ولو اكل كده بقى ممكن تديله كش وتاكل البداية زي ده يعني. مش عارف، كان برضه اند جيم صعب قوي بصراحه يعني. انا كلت كده، اكل ده. لعبت دي مش لازمه طبعا قوي، دخلت مالهاش لازمه برضه دي كده. معاه بلوك في تفوق 2، معاه تفوق 2. بيكسب بصراحه يعني، دخل في 3 كمان. طبعا هو معرفش هنا يلعب صح يعني، هنا خلاص يعني الدنيا حلوه يعني، خلاص يعني بيكسب بسهوله يعني. بس قاعد يلعب طبعا لعبه معفن طبعا، الزحه دي وحشه جدا طبعا يعني. ده كان عنده مات في واحد ما شافهاش كان عنده مات في واحد ان هو اصلا ما شافهاش اساسا. طب هو راح لعب طبعا دي، ساب لي البيضه، احتكال طبعا. برضه كان عنده مات برضه ما شافهاش برضه، خلي بالكم كش مات من تحت. اكل لا جذور كوميدي يعني. انا طبعا اكلت كده وخلاص. طبعا ده الدور ده يعلمكم انك انت اه تجرب الاوبننج مره واثنين وثلاثه، ما تتفرجش على الفيديو. اي مش بتكلم عليا انا بس، اي فيديو شفته مع اي صاحب قناه تاني، اي قناه تاني، ما تلعبش الاوبننج على طول تقول انا بخسر بيه، لا. قبل ما تلعب بيه ممكن طبعا طريقه سهله وطريقه صعبه. الطريقه السهله انك انت تتفرج على ماتشات كتير في الاول يعني، تمشي الحركات. بعد كده هتلاقي في الداتا بيس بتاعت الليشس تتفرج على ضرب كتيره جدا عن الاوبننج ده، وشوف ما بيعملوا ازاي. طبعا هتشوف كذا رد. في بقى الطريقه الصعبه شويه اللي عايزه مجهود منك، انك تلعب كذا دور زي ما انا بعمل كده. لعبت دور مثلا دلوقتي جربته بس عرفت اخطائي فين، المره الجايه ممكن احاول ما اكررهاش. وده اوبننج واحد بس، فيريشن واحد. في ممكن واحد يلعب مع واحد تاني يلعب لي مش اللي الكلام ده، وممكن يلعب سي 5 بعد ما لعبت انا اي 3، ما يكونش بدا في البدء. في ناس تلعب حاجه تاني، يلعب اي 6 من الاول خالص، لما لعبت سي 4 يلعب اي 6 او سي 6. فده كله بيجي بالتجربه وباللعب كتير والتدريب. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.